هي وصلنا للجهه الاخرى. هذا المسجد ديال ايمينونو. فكما تشوفوا فرق بينه وبين البحر الشانتي، ما تيشوف البحر نيشان. فانا هنا كاين المحطه الاخرى في الجسر نزلت، لانه خفت لا تكون المحطه الاخرى بعيده ولا شي حاجه ديني بعدني، فنزلت هنايا وفكرت نجيب جوله غير هنا. فشفتوها هذا هو الجسر. فالجسر التحتاني كما تشوفوا تيبان فيه كاين دايرين قهاوي وهذا، والجسر الفوقاني مخلينا الطريق. هنا كاين الباطويات هادو. فهنا كاين دوك العبارات الكبار اللي تينقلوا من جهه لجهه، وكاينين هادو السياحيين هاد الصغار تيكونوا تيديروا جولات سياحيه هكا للسياح، تيركبوا تيجيبوا جوله في البوسفور ويرجعوا. والاخرين تقريبا اللي تيمشيو لبلايص اخرى، تيمشيو لتقسيم، تيمشيو لبلايص اخرى. فالجو زوين سبحان الله العظيم، واخا البرد والشتاء، ولكن الجو زوين. هنا تتكون المحطه فين تيدخلوا يقطعوا اللي بغى يجيب جوله في البوسفور، ولا اللي بيقطع الجهه الاخرى تتقطع من هنا وتدخل. فهنايا الجهه اللي مقابله هنايا مع البحر هي اللي فيها السوق، وعاد كاينين دوك المعالم الاخرى كاينين في الجهه الاخرى، يعني بعد شويه على هنا. كيمشي بزاف اللي بيمشي ليهم، غير هي جات تجي واحد الطلعه الا بغيتيش الدور مع الشانطيه تيجي شويه بعيد، الا بغيتي دوز هنا من وسط السوق تخرج للجهه الاخرى، ولكن طلعات صعاب شويه. فهني كما تشوفوا السوق، فتفكرنا بالمدينه القديمه ديال المدن القديمه ديال المغرب، بحال مراكش، بحال الرباط، بحال شوفوا هنا مدينه قديمه فيها كل شيء، فيها الخشب، فيها القصاب، فيها النحاس، فيها بزاف. هنايا تلقى المصريين بزاف ولا السوريين كاينين بزاف هنايا. وهنا من طبيعه الحال فيها منطقه سياحيه، فتيكون هذا الشيء ديما في المناطق السياحيه بحال هكا. هنايا محلات، هاد المحلات بحال هكا ديال هاد الاحجار اللي تعجبوا هاد الاشكال هادو، الاشكال والانواع والالوان تبارك الله كلشي موجود. واللي تعجبوا هاد الشيء، هاد المجوهرات وهاد الشيء ديال الاحجار الكريمه، ما عرفنا كريمه ولا ماشي كريمه. وهذا الشيء وشير سفيفر ولا ذهب ولا لا، ماشي كثير هذا. وتعجبهم هذا الشيء هكا كبير، هادشي كثير. الاشكال والانواع. هاد السوق تبارك الله كبير، عرفتي شحال ديال الزناقي فيه، شحال ديال الشوارع ما تكملوش. هنا راه صورت لكم شويه لانه تبارك الله كبير. مازال هنا وسط النهار باقي شويه ما عمرش، ماشي بحال العشيه عاد تيبدا يعمر. يعني عندهم هذه البنايات القديمه زوينه. هنا قريب لهذاك المسجد اللي شفنا ديال ايمينونو كاين البوسطه تيليغراف اللي دايرين فيها واش تسمى التليغراف. واش باقي خدامه ولا لا ما عرفتش، هي البنايات ديالها زوينه. هنا هاد الشارع تقريبا فيه صحاب الماكله بزاف، داير بحال جمع الفنا كل هو قهوي ديال الماكله.
كما تشوفوا باقيه خاويه الدنيا، يعني دابا شويه عاد تيبدا يعمر هذا السوق. هنا كما تشوفوا كاين الترام تيدوز من وسط هذا السوق ديال ايمانويل، فقرب كلشي يعني تمشي لمناطق اخرى وتيدوز من هنايا من وسط السوق. هنايا جبت الدروع عاود رجعت جهة هاد الجامع باش ندخلوا ليه نجيبوا فيه جولة. هذا الجامع تبارك الله، شفتوا على جامع قداش. وهنايا سبحان الله العظيم المساجد تيديروهم بشكل واحد، يعني ماشي بحال عندنا حنا تيكونوا مربعين، الصنعه ديالو تتكون مربعه وعاليه ولكن تتكون بشكلها مربعه. هادو عندهم تعتمدوا الشكل الدائري، فدوك المساجد العثمانيه بحال هذا الشكل دايري، يعني تيكونوا بشكل دائري بحال هنايا في تركيا معروفين بزاف، ولا في الشرق الاوسط مصر السعوديه كاع تقريبا بحال هكا معروفين. هادو المساجد تيديروهم واخا يبان لك مربع من على برا ولكن لداخل تعتمدوا اشكال دائريه، تكون دوك القبات كبار دائريين، الصمعات هما تيكونوا دائريين صغار وعاليين، ماشي بحال المغرب العربي معروف بشكل اخر. تقريبا المغرب العربي تونس الجزائر المغرب تيكونوا بحال في الجوامع تيكونوا مربعين، الصوامع ديالهم تمام مربعين وعاليين. ولكن هنا سبحان الله العظيم زوينين عندهم هاد المساجد ونفس الشكل. فتدخل للجامع فين ما دخلتي تقريبا تلقى تيتشابهوا بزاف، تتكون الوسط ديك القبه كبيره وعاد في الجناب تيكونوا دوك القبات صغار. خصوصا هنا هذا جا تقريبا في مقابل مع البحر، فجاء في منظر زوين. فغادي تشوفوا نوريكم من الشرجم ديالو فتطلع للبحر. وكما شفتوها ملي كنا حدا البحر فتيبان الجامع، يعني جا في بلاصه عاليه شويه فتيطلع على البحر مباشره. شوف تبارك الله على سواري فيه، على نقش، على زليج، الالوان. هانتوما كما تشوفوا هنايا فمباشره تطلع على ديك الساحه وتطلع على البحر، فجا في بلاصه زوينه. فكل شيء في هذا الجمع سبحان الله العظيم زوينين بزاف. حاجه وحده اللي ما عجبتنيش فيهم، حاجه وحده ماشي فيهم كلهم، في هذا اللي شفته انا دابا حاجه وحده اللي ما عجبتنيش غادي نتشاركها معكم. هي واحد ملي وصلت وقت الصلاه بينا نطلعوا نصليو الفوق، النساء يصليو الفوق، واحد الدروج ما نقولش لكم ما غادي تشوفوه معايا، يمكن حيت قدام ولكن يديروا دروج جداد ولا شي حاجه. فهذا الجامع قدو قداش تبارك الله، ودايرين واحد الدريجات صغيورين ومظلمين ما نقولش لكم هما غادي تشوفوهم. فجاو واحد الدريجات مضيقين لدرجه تمشي تنزلي درجه عاليين ومزيرين، هما كما تشوفوا فجاو عاليين ومزيرين ومضوين. حنا راه مضوين هنا بالتليفونات، راه كلشي اللي نازل شعل التليفونات لانهم شعل البيل، لانه ما يمكنش ما فيهمش الضوء وضويقين وصغيورين، فتنزل بحذر لانه. والفوق زوين، تطلع الفوق راه زوين ومفرش وواسع، ولكن فاش يديروا دروج اللي عراض ومزيانين ما دايرينهمش. هذه الحاجه الوحيده اللي تناخذها عليهم هنايا.